لوين ماشي بدرب ما أدري لوين تعبني شوق وسهري لوين مني رحت يا عمري لوين انت حياتي وحبك عمري ما عيشان فرقاك يمك روحي يعني حبيبي الله يرحمني بلياك أعيش أحبك وأموت أحبك بالحالتين أنا هواك لوين ماشي بدرب ما أدري لوين تعبني شوق وسهري لوين مني رحت يا عمري لوين. الله عليك. الله عليك. عاش صوتك. وصباح الخير عليك. صباح الخير عليك وصباح الخير على كل مشاهدين قناة الشرقية الجميلة، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة إن شاء الله. إن شاء الله. شلونك أول شيء؟ الحمد لله بخير. قعدناك من الصبح. وأنت كالعادة متى تقعد الصبح؟ عادي الدليل. بس ورا الكواليس قلت لي أنا أصلا ما نمت ولا دقيقة. مو تعرفين يعني قناة الشرقية عزيزة علي، أنا ما نحب يعني يعني مرد لها طلب، يعني مرد لها طلب، فيعني لازم نكون بالموعد الصحيح. أنا شكرا لك. يعني لا مواعيدك مضبوطة ولا ثاني تأخرت علينا. طبعا اليوم لابس سترة بنفسجية والكرسي بالصدفة كان لون بنفسجي بس احنا غيرناه. صح صحيح. صح. كنت تعرف ان الكرسي مالتك كان لون بنفسجي؟ لا والله اكيد لا. اكيد صارت بالصدفة بس غيروني. بالصدفة سبحان الله. اي شو تحب تشرب اول شيء بما انه برنامج الصباحي؟ انت كل يوم الصبح شو تحب تشرب؟ كيف انت يعني اشرب كوفي او نسكافيه او زين راح نغير نجيب لك عصير، شنو رايك؟ عصير برتقال عادي يلا. زين على صوتك؟ زين للفيتامين يعني. اوكي صحيح. قصي بالبدايه نحب نعرف انه انت اول اغنيه غنيتها ايش قد كان عمرك ويا اغنيه كانت؟ طبعا انا بدايتي كان عمري 12 سنه، يعني صعدت مهرجان الدوحه 2007، فكانت يعني مشاركه بسيطه، يعني كنت ضيف شرف يعني، فصاحب المهرجان طلبني قال لي يعني سمعنا صوت ابنك حلو، قال لي الوالدي يعني سمعنا صوت ابنك حلو فنريد اشارك معنا بالمهرجان. طبعا المهرجان كانوا مشاركين به عديد من الفنانين، كاظم الساهر وماجد مهندس، فنانين عرب، محمد عبده، نانسي عجرم، يعني كثير من الفنانين يعني. ف يعني عن طريق الصدفه صارت، وغنيت اغنيتين، غنيت اشوفك وين يا مهاجر. كان وحدك الغناء لو؟ اي وحدي وحدك. اي. وغنيت من ناس يعني كانت لنا اغنيتين، وغنيت موالين هم اضافه الى الاغاني، وهذا العصير وصل. الحمد لله وشكرا مو لون بنفسجي. لا تمام. يلا هو قريب على البنفسجي شوي. اي تقريبا صحيح. اي كانت يا اغنيه غنيتها اشوفك وين يا مهاجر، وغنينا من ناسي. وبعدها يعني شافني بالمهرجان صاحب قنوات نجوم كانت قبل، فشاركت بنجوم الخليج يعني طلبني. يعني كل هذا الموضوع صار بالصدفه صراحه، يعني لان والدي ما حاب انه يدخلني وسط الفني يعني بس صارت صدفه. استغليت صوتك الحلو. الحمد لله. لا احنا اخواننا كنا اصواتنا حلوه. كم اخ عندك؟ احنا 4 اولاد يعني. 4 اولاد. فيعني كلهم اصواتهم حلوه، بس الثلاثه البقيه بعيدين يعني عن الفن. يعني يستحون هم ويانا بالفرقه يعني بالكورال يعني. بس هم يعني يستحون، يمكن انا طلعت شويه جريء بينهم. بس انت هم خجول مثل ما دا لاحظ. شويه. يعني من عام 2007 بديت تغني. اي نعم. اول اغنيه صورتها فيديو كليب لو كانت اوديو؟ لا شاركت ببرنامج، بعدين يعني صورت اول اغنيه دعيت الله، هي من كلمات حامد الغرباوي والحان وليد الشامي. هاي اول اغنيه صورتها، وتوزيع زيد نديم، وصورناها بدبي. هي كانت اهداء للاب يعني، دعيت الله يا ابوي يحفظك لي.
فيعني بعدها بدا المشوار الحمد لله. حلو. يعني شوي شوي يعني ان شاء الله صحيح. نكون عند حسن ظن الجمهور بالايام القادمه. وان شاء الله نختار اختيار جميل. لا ما شاء الله عليك، يعني بعدنا انت يعني بهالعمر وحققت نجاح كبير يعني لله لجمهورك والناس تحبك هواي. اي فاخر اعمالك شنو؟ طبعا صورنا اغنيتين بمصر من اخراج المبدع ايهاب الراشد والحان همام حسن، وان شاء الله تنال اعجاب الجمهور ان شاء الله. ان شاء الله. زين. واكو اوديوات بعد يعني منازله يعني جاهزات عندي تقريبا من 6 إلى 8 اوديوات جاهزات. ان شاء الله يعني نوعد الجمهور بالاختيار الصحيح، ونوعد الجمهور بان يعني نكون عند حسن ظنهم دائما. حلو. ذكرت اغنيتين، نحب نسمع اغنيه من عندهم؟ اغنيتين اخليهم مفاجاه للجمهور. تحب تكون مفاجاه يعني للجمهور. يلا هسه نحب نسمع منك اغنيه. نسمع جديده من اغانيك قلبي. او من يعني الاغنيه راجعه بفد فنان تحسه قريب عليك قدامك تردد اغانيه؟ كيفك انت تريدينها يعني عادي. يلا انت يا فنان تحسه قريب عليك وتحب هواي صوته فنانين صراحه. هواي فنانين. إيه. يعني ماكو فنان مميز؟ لا يعني انا احب اسمع يعني الغناء حتى يعني حتى مو يكون عربي، حتى احب الاجنبي، حتى احب يعني احب اطور نفسي شوي. يلا نختار اغنيه لوالدك حاتم العراقي، اشوفك وين يا مهاجر. يلا نسمع. اشوفك وين يا مهاجر، دقلي بأي بلد صاير، دقلي بأي بلد صاير، اشوفك وين يا مهاجر، فراقك مو سهل عندي ولا هي أزمة وتعدي، تعال وطيب الخاطر، أشوفك وين يا مهاجر، فراقك علة العلة عقل بالراس ما خلى، فراقك علة العلة عقل بالراس ما خلى، يوم الهاجرت والله انفطر قلبي وصرت شاعر، وانت بهذا ما شاعر، اشوفك وين يا مهاجر. الله عليك. طبعا صار تنافس بينك وبين والدك. لا اكيد ماكو تنافس بيننا، بس والدي بالعكس هو يشجعني ان يعني الشيء اللي ما حققه هو ان شاء الله انا احققه ان شاء الله بالايام القادمه. شنو اضاف لك الفنان حاتم العراقي؟ طبعا اضاف لي الكثير، يعني مثل يعني ابسط شيء يعني اسمه خدمني هو، لان يعني صحيح. وثانيا يعني عرفني على هواي فنانين يعني على يعني مو بس على فنانين، يعني على مجالنا الفني نقول احنا، على ملحنين، على شعراء، على موزعين، على مخرجين، على اعلاميين، على صحفيين، فيعني كانت الاغنيه يعني بسهوله يعني توصل، لان قبل يعني تعرفين يعني صعب واحد يوصل للشاعر، صعب واحد يوصل للملحن، صعب واحد يجمع اغنيه. فهسه صارت يعني عندك كل سهله، يعني حتى بالاعلام بالسوشيال ميديا، فيعني صار كل شيء سهل عندي، مثلا حتى بالاخراج يعني بالتليفون واحد نتفق يعني. فوالدي يعني هواي سهل لي اشياء يعني والدك بدا وياك من الصفر؟ طبعا اي الحمد لله. يعني والدي ساعدني هواي كثير اشياء، دائما ينصحني، بس هو يعني منطيني الحريه يعني بهواي اشياء، يعني باختياري للاغاني، يعني يعني زين ما يعارض على بعض الاغاني اللي تختارها انت؟ لا صراحه لا، لان يعني ينصحك يقول لك لا هذه الاغنيه يمكن لا انا يهمني رايه، يعني هو يهمني رايه، بس ما يعارضني على الاغنيه، مثلا يقول لي هاي لا تاخذها او هاي لا تسويها او زين. انت ما تختار الاغنيه الا تاخذ رايه؟ طبعا اخذ رايه، يعني اول شخص يجي ببالي ادز له الاغنيه هو والدي، يعني تعرفين يعني مسيرته الفنيه صار لها اكثر من 25 سنه، ف يعني افتخر به دائما. اكيد طبعا. نوجه له تحيه اكيد من خلالكم. تحياتنا له. تحسسني صار لك هواي ما شايفه. لا مشتاق له صراحه، لان اكيد لان هو قريب علي، يعني هو مو يعني ما اعتبره والدي، هو صديقي،
يعني لان صديقك واخوك احنا ووالدك اصدقاء، بنفس الوقت. احنا اصدقاء، لان دائما نطلع سوا، نروح ونرجع يعني. يعني ما محسسني هو يعني هو والدي، يعني محسسني يعني احنا اصدقاء صراحه. حلو. زين ما تفكرون تغنون ديو انت وياه سوا؟ ان شاء الله فكره أكيد جديده شي. تكون. احنا سوينا راجعين يا وطننا اي اذا صح. تتذكريها، مم. وان شاء الله هاي الجديده يعني قاعد اكو نفكر بس هيك مشروع اكو يعني او مشروع، فكره. بس نريد يعني العمل يكون يعني مناسب، يعني نريد عمل يعني اختياره صحيح يكون ان شاء الله. صحيح. زين قصي، حضرتك هم متعاقد ويا شركه معينه لو لا؟ الصراحة أنا يعني ما متعاقد ويا أي شركة، بس يعني أكو بعض الأعمال نزلت يعني إنتاج روتانا، يعني يعني مدير تنفيذي سالم الهندي، هو يعني أكو كم أغنية يعني أجملنا، فقال لنا نريد نسويهم إنتاج يعني، فيعني ما نقدر نقول له شيء. زين ما تفكر بالمستقبل تتعاقد ويا شركه معينه لو تحس انه يقيدك ما لا، تاخذ راحتك بالغناء يقيدني الصراحة، لأن يعني بحفلاتي يقيدني بشغلي فأنا سويت لي يعني قناة خاصة باليوتيوب هسه حاليا. فان شاء الله راح يكون يعني كل جديد عليها، بس يعني اكو بعض الاغاني اللي راح تنزل بالايام القادمه راح تكون انتاج يعني الشركه. مثلا الاغاني يعني ذكرت لك اياهم اللي هم صورناهم مصر، هاي مع شركه اللي هم اف ام يعني مال همام حسن وايهاب الراشد. فيعني ذني انتاجهم راح انتاج شركه، انتاج مشترك بيننا. اوكي. بس يعني باقي الاغاني باقي الاعمال اللي راح ينزلون هم من انتاجي انا شخصيا. انتاجك. هنا. مثل ما ذكرت انه بالمستقبل ما تفكر انك تتعاقد ويا شركه معينه يعني ابد؟ ما اعرف صراحه، يعني كل القنوات وياي، كل القنوات تثبت لي، كل القنوات يعني خادمتني يعني الحمد لله، فيعني احس يعني ما انا بحاجه لهذا الشيء. حلو. طبعا قصي شكرا لحضرتك، واحب اقول لك نور صباح الشرقيه. الله يسلمك. واكيد اتمنى لك التوفيق كل حياتك. تسلمي، شكرا لك هيفاء، وشكرا للكادر، وشكرا للمصورين، ونشكر قناه الشرقيه الجميله. شكرا لك. ونتمنى يعني كل الجمهور، وان شاء الله نكون احسن منهم ان شاء الله. ان شاء الله. هسه نحب نسمع منك اغنيه ختاميه اخيره. يلا. قلبي يفكر بس بيك، ما فكر بواحد، يا ويل قلبي يا ويل يا قلبك البارد، محتار اروح بغيبتك، محتارة ما يحترق قلبك مشبت نار، معقولة خليت بمكان احجار.